في مارس 2023 جمعية غار الدماء فريق في الدرجة الرابعة التونسية في ولاية جندوبة على الحدود مع الجزائر اضطر يوقف نشاطه بالكامل، والسبب 32 لاعب بالتمام والكمال أعمارهم بين 17 و 22 عام، يعني بالضبط في الفئات اللي المفروض تكون مستقبل الفريق، هاجروا بطريقة غير شرعية نحو أوروبا في ظرف 3 سنوات. منهم من اتخذ قوارب الهجرة عبر الحدود نحو إيطاليا سبيلا، ومنهم من اتجه نحو تركيا فصربيا والدخول إلى المنطقة الشنغن. رئيس النادي جميل مفتاحي فسر الموضوع ببساطة موجعة وقال: ما نجموش نشريو للتجهيزات للقمصان ولا الأحذية الرياضية. راهم ما نلوموش عليهم، ولادتنا راهم كي يسافروا من هنا ما نجموش نلوموا عليهم بالكل. علاش؟ ما عند البديل ما فماش. راهو كان جيت ثم معامل رانا ما خممنيش فيه، راه ما نصورش هم باش يخموا في الشيء هذا. ثم بعض الجمعيات تتبناهم، الجمعيات الهاوية. فريق كامل وشباب في عمر الزهور، وإن كان المفروض يشقوا طريقهم نحو المستقبل في بلادهم في ممارسة اللعبة اللي حبوها، اختاروا طريق الهجرة والهروب من واقع أليم. وهذه ماهيش حالة معزولة. بعدها بشهرين حارس مستقبل الرجيش خليل الزوالي عمره 19 عام ويلعب في الرابطة المحترفة الأولى استقل هو الآخر قارب هجرة غير نظامي نحو إيطاليا. النادي أعلن أنه السبب هو الأزمة المالية والظروف المعيشية الصعبة، وقبله زاد حارس أواسط النادي صفاقسي علي شلبي اللي اختار نفس الطريق، وبعدهم توالت الأسماء. وقت اللي لاعب شاب يقتنع أنه قارب هجرة غير نظامية يعطيه فرصة أكبر من مركز تكوين في بلاده، فهذا ما عادش فشل لاعب أو نادي وحده، هذا فشل أكل اللي نحكيو عليها ديما، المنظومة. هذيك هي. في كل مرة يخسر فيها المنتخب التونسي الجميع يلوم المدرب ويلوم اللاعبين ويلوم الحكم، ولكن الحقيقة اللي حد مش حاب يقولها بصوت عالي وحتى كانت قالت فهي في التراكن وفي الغرف المظلمة. المشكلة ما هيش في اللي يلعبوا اليوم، المشكلة بدأت قبل 20 عام في ملعب صغير في حومة مع طفل عنده 9 سنين ومراكز تكوين ما عندهاش لا الوسائل ولا الرؤية باش تصنع منه لاعب قادر يمثل فريقها الأول أو المنتخب الوطني. علاش تونس رغم انها تنتج مواهب بصفة منتظمة ما عادش عندها منظومة قادرة تحول الموهبة الى لاعب محترف؟ فلو نلاحظوا واقعنا اخر موهبة حقيقية تحولت للاعب قادر وانه يحفظ جزئيا ماء وجه الكرة التونسية كان يوسف المساكني. قبل ما نتكلموا على تونس لازم نفهموا شنو يعني تكوين ناجح في كرة القدم العالمية. تكوين ليس مجرد تدريب أطفال على المهارات الأساسية، بل هو منظومة متكاملة تجمع بين الفلسفة الفنية، البنية التحتية، المتابعة الطبية والنفسية، والتعليم الموازي، فضلا على الانتقال التدريجي من فئة سنية لأخرى وصولا للفريق الأول. في العالم ثم زوز مدارس تكوين يعتبروا مرجع لكل الفرق: لاماسيا برشلونة وديتوي كومست أياكس هولندا. رغم اختلاف أسلوب اللعب بينهم إلا أنهم يشتركوا في 4 مبادئ أساسية: فلسفة لعب واضحة تسري في كل الفئات، مقاربة شاملة لتطور اللاعب لا تقتصر على الجانب الفني، أنظمة تقييم صارمة ومستمرة، والتزام مؤسساتي بالمدى الطويل ولا بالنتائج الحينية. أياكس تحديدا يعتمد نظام ما يسمى التيبس، التقنية، البصيرة، الشخصية والسرعة، وين تعتبر الإدارة أن التقنية والبصيرة قابلتان للتطوير بينما الشخصية والسرعة صفتان فطريتان أكثر. ثم أكاديميات أخرى كما كلير فونتين في فرنسا ساهمت في بناء الجيل الذهبي لفرنسا عام 98 وعندها دور في تطعيم المنتخب الحالي بلاعبين كبار كما كيليان مبابي، ماركوس تيورام وخوه كيفران وماتياس ستيل. أو عندك أيضا نظام الكوشيت بسبورتينغ لشبونة اللي خرج الأسطورتين كريستيانو رونالدو ولويس فيغو. لو أي نادي آخر في أي مكان في العالم يحب يتبع الأنظمة هذه فإنه الهدف مش نسخ هذه النماذج حرفيا، وإنما أخذ المبادئ وتكييفها، والنقطة المشتركة بينهم الكل الاستمرارية المؤسساتية، خط عمل يعتمد على عقود بمعزل على تغير أسماء القيادات. تونس من الطفل إلى المنتخب، وين تتكسر السلسلة؟ منتخب تونس تحت 17 عام نجح في التأهل لكأس العالم بقطر نوفمبر 2025 بعدما بلغ المنتخب الأول الدور الثاني من كأس أفريقيا 2025 بالمغرب. لكن هذا النجاح كان الاستثناء بالنسبة لمنتخبات الشبان مش القاعدة. بعدها بعام في كان الأصغر 2026 نفس المنتخب خرج من دور المجموعات بعد خسارة أمام أثيوبيا خلته ينهي البطولة في آخر مركز في مجموعته. الفشل على مستوى منتخبات الشبان موقفش عند منتخب أقل من 17 عام، فمنتخب تحت 20 عام ما نجحش في الحفاظ على نسق تنافسي ثابت وخرج من دور المجموعات في كأس أفريقيا 2025 بعد ما خسر أمام نيجيريا والمغرب. أما على المستوى الأولمبي فتونس غابت على كأس أفريقيا تحت 23 عام سنة 2023 وبالتالي غابت
حاليا عن سباق التأهل إلى الأولمبياد في باريس 2024. وبالحديث عن الأولمبياد، هل تعلم أنه آخر دورة أهلها المنتخب الأولمبي لكرة القدم كانت قبل 22 عام بتمام والكمال، تحديدا في أولمبياد أثينا 2004؟ صحيح النتائج على مستوى الشبان غير مهمة، والأهم هو بناء جيل تنافسي قوي على جميع المستويات عنده الإمكانية باش يحمل المشعل في المستقبل، ولكن الفشل في مقارعة دول أقل منا إمكانيات ما ينجم كان يدل على حجم فساد وفشل رهيب وانعدام تام للرؤية والبرنامج. وفي هذا السياق وفي حديثنا على التكوين في تونس، وليد مفتاح المختص في تكوين الشبان لخصها في فكرة مهمة وقال: مش خاطر عندك شهادة كفء معناها بالضرورة تنجم تكون لاعب صغير. تدريب الأكابر اختصاص، وتكوين لاعب في عمر 12 15 أو 17 عام اختصاص آخر تماما، يحتاج معرفة بالنمو البدني والنفسي والتربوي وكيفاه تبني لاعب على مدى سنوات، مش كيفاه تربح مقابلة نهار السبت. شنو هي المعلومة اللي باش يوصلها؟ انا مانيش كونتر، اما عملوا فورماسيون بعد عطيه فما اون تيكي ما تتبدلش. سالتوا لي سؤال، ليدوكاتور الكوتش لونترونور سيليكسيونور غادي ما يخلطوش. راهو اتخو فورماتور مش معناها خاطرك ماكش في التيلي وما تتكلمش وما بالعكس، راهي اتخو فورماتور انت تخلق في كورجيه، انت تعلم في الصغار. اذا كانك باسيوني وعندك ما تقول في روحك هنا راه البوست هذاك ماهوش سي با دوني تو الموند، ماهوش دوني نابورت كي انك تكون فورماتور. انت لازمك تعلم ويلعب. سامحني كي تقول ما يعرفش يلعب انت ما تعرفش، هاي سهله على الاخر. وعلى امتداد سنوات شفنا تقريبا نفس الأسماء تعود للواجهة كلما تعلق الأمر بمنتخبات الشبان، بمعزل عن اختلاف الأجيال، والنتائج بقات هي مدربين دون اسم أو خبرة خذاوا المنتخبات السنية فقط كمكافأة بسبب قربهم من مسؤول معين أو بتوصية من شخص نافذ. شنو هو الإضافة مثلا اللي نجم يقدمها مختار تليلي لطفل الصغير في طور التكوين؟ بغض النظر عن الفارق الرهيب في السن بينه وبين الشبان اليوم، فإنه ومع الاحترام لشخصه لا يملك أي علاقة بالتكوين العصري وغير مواكب لطرق التدريب الحديثة. المشكلة هنا مش في شخص بعينه فقط، هو مثال، ولكن السؤال: هل الاختيارات اللي أفرزت هؤلاء اللاعبين وهذه الأجيال كانت مبنية ديما على مشروع واضح لتكوين اللاعبين؟ لأنه الفئات السنية ما يلزمهاش فقط مدرب عنده اسم معروف، يلزمها مكون متخصص يعرف كيفاش يطور لاعب صغير ويخدم وفق رؤية تمتد لسنوات. والنجاح في تكوين الشبان ما يتقاسش فقط بالنتيجة في بطولة أقل من 17 عام أو أقل من 20 عام، بل بعدد اللاعبين اللي يخرجوا فعليا للفريق الأول والمنتخب. نجم تقولي أنت كنادي شنو باش يزيدك التتويج ببطولة الدوري لفئة تحت 15 عام؟ أو ما هي أهمية الفوز بدربي تحت 17 عام؟ إنه تربح لاعب متكون جيدا، فهذه أهم من الفوز بعشرات الدربيات ومئات الألقاب في أصناف الشبان، رغم أهمية زرع DNA وعقلية الفوز عند اللاعب الشاب. ولكن لا يجب أن تكون النتيجة هي المهيمنة وهي أساس البرنامج. وباش نفهموا كيفاه الإهمال الإداري يضرب موهبة حقيقية، باش ناخذوا قصة يوسف المختاري لاعب النادي الإفريقي والمنتخب التونسي لتحت 17 عام. المختاري كان ضمن قائمة منتخب تونس تحت 17 عام المدعوة للمشاركة في كأس العالم بقطر نوفمبر 2025، وكان حاضر مع المجموعة يوم السفر. ساعة قبل الرحلة غاب اللاعب عن الطائرة، والسبب اللي قدمته الجامعة عدم توفر تذكرة سفر باسمه. الخطأ تم تداركه من بعد، والتحق المختاري وحده بمعسكر المنتخب في قطر، ولكن التحق متأخرا وما لعب حتى مباراة تحضيرية. نهار الاثنين الصباح ولدي مشى يترينا في البارك في الكلوب، يجيه الكاتب العام قال له: من غير ما ترينا راه جاتنا كونفوكاسيون، لازم تو تروح تخلط على ليكيب ناسيونال في الوتيل. يروح الولايد يحضر دبش وفرحنا، رجعت لنا الروح من الاول جديد. يمشي الولايد يترينا يخلط، يلقاو الولاد يتريناو، عمل له سيونس مسكيلاسيون في الصاله، وفي الليل عمل معاهم الرينيون وعمل الشوتينغ ولقى التوني وكل شيء. مرود الصباح مشى يترينا معاه. اليوم الصباح يجيه الادجوان قال له: يوسف راك ماكش تمشي معنا، راك تو باش تروح خاطر البي ما لقينا لكش بي. هو مسكين صغير ما يعرفش. قال له: معناها غدوه نجم نخلط؟ قال له: لا، راهو غدوه الطياره معبيه. واللي فما شكون جاوا بعده ولقاو لهم بجميع نهار ما مشاش ستاج، ضيعوا قرايته. من اللي ستاج ضيعوا قرايته. الولاد على امل باش يمشي ليكيب ناسيونال على الاقل كوب دو موند يضرب فرصه. فجاه تاني يجي يقول له: ما لقينا لكش بيه. ماهيش معقول. بون كان قال له من الاول شوا نفهموا شوا كل شيء. صدقني والله يروح ساكت، نحكيو معاه مش فاهم شيء شنو هاي تو ما نمشيش. ومن بعديك نلوموا احنا راهو الصغار، هي فزدت، هي دخلت في متاهات، هي جنست، هي هربت. مش معقول والله، لا معقول. جريدة الشروق وعلى استحياء طبعا وصفت الحادثة بظلم كبير، وقالت انه المسؤولين تلعبوا باعصابه بحجة ضعيفة. المختاري موهبة محترمة، وكان التحق بالتربص الصيفي في جوان الماضي ليفتحوا
بايرن ميونخ الألماني لعديد اللاعبين من مختلف الجنسيات حول العالم يتم اختيار الصفوة فيه للبقاء. نحاول توا نرجع لأول حلقة في التكوين وهي اختبارات الشبان، وهنا تبدأ القصة الحقيقية. قبل ما نحكيو على الفساد لازم نفهموا كيفاش يتم انتقاء اللاعب الصغير أصلا. ثم مرحلة مهمة تسمى عند أهل الاختصاص بالنضج البيولوجي، نقطة أساسية وغالبا ما تكون مغيبة. في عمر 13 14 و15 عام اللاعب يبدأ ينضج بدنيا، واللاعب اللي ينضج بكري ينجم يظهر أفضل برشا من اللاعب الموهوب، لكن نموه متأخر. لذا إذا المدرب يقيم فقط السرعة والقوة والطول والنتائج الحالية فهو ينجم يختار اللاعب الأقوى حاليا، مش اللاعب اللي عنده إمكانية أكبر للتطور في المستقبل. اللاعب اللي بان ضعيف في سنة 14 عام مش بالضرورة أقل موهبة من اللاعب الأقوى بدنيا حاليا. النظام المحترف لازم يفرق بين الأداء الحالي والإمكانيات المستقبلية، وهذا التمييز في أغلب مراكز التكوين التونسية ماهوش موجود بشكل مؤسسي. يوم الاختبار يجيبوا قائمة طويلة يعطوهم الكرة 15 دقيقة والأقوى بدنيا ياخذوه، وبرشا مواهب تدمرت وما وصلتش جراء هذه الفكرة العقيمة. باهي، هل نظام الانتقاء في تونس قابل للتدقيق؟ إذا نادي معين يختار 25 لاعب من أصل 300 يوم الاختبار، فشكون اللي يقرر؟ وشنو المعايير اللي قرر على أساسها؟ هل فما تقرير مكتوب رفع للجنة مختصة وعندها المعايير اللازمة لتقرر ما إذا كان ذلك اللاعب يستحق أو ظلم؟ هل اللاعب يعرف علاش ترفض؟ هل فما لجنة مستقلة من أصله؟ هل نفس اللاعب يقيم من أكثر من مدرب؟ هذه كلها أسئلة تبقى مبهمة وما عندهاش حتى إجابة. وهذا بالضبط وين تنجم تدخل المحاباة. مش بالضرورة فلان خلص فلوس أو دفع رشوة، إنما مدرب يعطي الأفضلية في وقت اللعب والاختيار للاعب والده أو ولي أمره نافذ أو قريب من رئيس النادي أو عنده سلطة مالية أو إدارية داخل الهيكل الرياضي، مش على أساس المستوى الفني. هذا النوع من المحاباة خطير لأنه صعب نوثقوه ونثبتوه، على عكس قضايا الرشوة الواضحة. وهذا طبعا مش كلامي أو من تأليفي، بل كلام السيد حكيم بن علي، مدرب شبان وعنده من الخبرة الكافية داخل هذا الميدان. على ملف التكوين والتشبيب في تونس والمشاكل اللي قاعدة تعرض لها القطاع هذا خاصة. كان بكري شوية سي حكيم براهيم يحكي على عديد الأمور والصعوبات اللي يتعرضوا لها المدربين، يعني خلينا نقول المكونين مش المدربين في الأصناف الصغرى، في الأصناف الشابة. قال عندهم عديد المشاكل خاصة من الأولياء، خاصة من حتى أن حكينا على سياسة المحاباة اللي موجودة. بعد ظهور أكثر من صوت ينادي بمراجعة طرق الاختبارات، بعض الأندية الكبيرة بدأت تتراجع طريقة اكتشاف المواهب. الترجي الرياضي التونسي أعلن في جوان الماضي أنه تقييمه الداخلي للاختبارات المفتوحة الصيفية وصل لقناعة واستنتاج أنها محدودة النجاعة وغير متوافقة مع أفضل الممارسات الفنية والعلمية، وعليه قرر التوجه نحو لجان فنية مختصة هي التي تجوب مختلف الجهات لاكتشاف اللاعبين داخل أنديتهم وقراهم ومدنهم، عوض ما يستناهم يجيوا عنده للاختبار في مركز التكوين، لأنه عديد المواهب في الأرياف والمناطق المهمشة ما عندهاش القدرة على التنقل للعاصمة وأخذ فرصتها كاملة. وترجم الترجي هذا التوجه فعليا يوم 27 جوان وقت اللي تعاقد رسميا مع المدرب البلجيكي جويل كراهاي البالغ من العمر 63 عام بعقد يمتد ل3 سنوات ليتولى الإشراف الكامل على الإدارة الفنية لفرع الشبان بالنادي ووضع الخطط الفنية وتطوير برامج التدريب داخل الأكاديمية. كراهاي اسم معروف برشا في إفريقيا ومشهود له بالكفاءة في اكتشاف المواهب وتطويرها. كان مسؤول على مركز تكوين نادي بارادو، أحد أفضل الأكاديميات المصدرة للمواهب داخل القارة، وقبلها كان رئيس قطاع الكشافة وانتقاء المواهب الشابة بأندية كيما نادي رويال شارلوروا، زبرا بلفيوس أكاديمي من 2021 ل 2025 بعد تجربة كمدير فني بنادي يونيون سانت جلواز البلجيكي. النادي الإفريقي من جهته اتجه لنفس النهج تقريبا في ديسمبر 2024، كشف على تركيبة لجنة فنية جديدة للإشراف على تخطيط وتنفيذ البرنامج الفني لفرع كرة القدم بكل أصنافه بقيادة المدير الفني الفرنسي لودوفيك باتيلي. ولكن التجربة ما دامتش طويلا لأن النادي أنهى مهام باتيلي بعدها بسبب عدم تحقيق الأهداف المرسومة وعوضوا بكمال سعادة، وهذا في حد ذاته مؤشر إضافي على المشكلة اللي تكلمنا عليها في فصل المدرب مش هو المنظومة. حتى وقت تجيب خبرة أوروبية بأسماء كبيرة إذا ما فماش صبر مؤسساتي ومشروع يمتد على سنين وعدم الاهتمام بالنتائج والألقاب في أصناف الشبان، فإنه التجربة تنتهي بسرعة والدورة تتكرر. إذا كنا جاوبنا على سؤال شكون يختار الموهبة، فإنه توا نوصل للسؤال الأخطر، بعد ما تختار الموهبة شكون يملك القرار في مستقبلها؟ خاطر الطفل اللي دخل مركز التكوين ما عادش مجرد طفل يلعب كرة القدم كهاوي،
إذا بان عنده مستوى معين في لحظة معينة يتحول إلى قيمة اقتصادية محتملة في ظل عالم رأسمالي متوحش يقيس كل حاجة بقيمتها المادية. فالنادي يشوف فيه لاعب ينجم يوصل للفريق الأول، والوكيل يشوف فيه مشروع مسيرة، والسمسار يشوف فيه فرصة، وحتى كان بعض الأولياء ينجموا يشوفوا فيه طريق للخروج من وضعية اجتماعية صعبة. أول حاجة كان باش نحكيو كيف فما إرادة من الدولة، ما نشوفوا فيه نحن الشيء هذا، ونرجعوا لضعف الإمكانيات الموجودة في تونس. وحاجة أخرى اللي هي مهمة برشا، نظرية الآباء للأبناء في كرة القدم، خاطر كلها تشوف في أولادها فلوس، كلها تشوف في أولادها باش توصل، ملي هو طفل ما نعرفش أنا عمره 6-7 سنين يحط له كرة القدم، يحطها له هواية، نورمالمون تتحط هواية هو يحط له فيها مهنة. حاجة أخرى المدربين اللي قاعدين يدربوا في الصغار، كان باش نحكيو على الرشوة اللي موجودة في تونس باش ما نكذبوش، برشا سلبيات اللي خلات الوضع هذا يصير. خاطر بكري نحكي أنا وسعاد قال لي عليه ما نجموش نوصل للمغرب، خاطر ما عندكش الإمكانيات نتاع المغرب. وهنا تبدأ المنطقة الرمادية. في الحالة الطبيعية يكون المسار واضح، لاعب يتكون في الأكاديمية، يتطور، ينتقل للفريق الأول، وإذا جات فرصة للاحتراف يتدخل الوكيل اللي يكون مرخص يمثله ويحمي مصالحه، والنادي يستفيد رياضيا واقتصاديا من تكوين لاعب من إنتاجه. ولكن وقت تدخل العلاقات الشخصية والمصالح المالية قبل ما اللاعب يوصل للفريق الأول، المعادلة تتبدل، الموهبة تولي سلعة قابلة للتفاوض. شكون اكتشف اللاعب وشكون عنده علاقة به، شكون يقرر إذا يبقى في النادي ولا يمشي لنادي آخر، شكون يمثله وشكون يتفاوض على أول عقد احتراف، وإذا خرج للاحتراف شكون باش يستفيد. هنا بالضبط نفهم علاش الاختيار الأول اللي حكينا عليه في الفصل السابق مهم إلى هذه الدرجة. إذا كان القرار الرياضي في الأصل غير شفاف، فإنه اللاعب اللي تم اختياره على أساس غير فني يدخل المنظومة وهو عنده أفضلية على لاعب آخر ربما كان أكثر موهبة منه. وإذا بعد ذلك دخلت العلاقات والوسطاء والمصالح، تصبح العملية سلسلة كاملة من القرارات غير القابلة للتدقيق. والأهم أنه اللاعب في هذا العمر ما عندوش تقريبا أي قدرة على حماية نفسه في ظل منظومة قانونية مهترئة وبالية وعفى عليها الزمن. يكفي نذكر أنه الرياضة في تونس لليوم تدار بقوانين من سبعينات القرن الماضي. اللاعب المحترف عنده عقد واضح، وكيل، محامي، وإمكانية الوصول إلى الإعلام والقضاء والاتحادات الدولية. ولكن الطفل اللي عمره 13 14 أو حتى 15 عام عنده والديه ومدرب وناديه، والفرق في ميزان القوة كبير جدا. وهنا عندنا قضية أكثر وضوح من مجرد الحديث النظري على نفوذ الوكلاء. في سنة 2021 خرجت إلى العلن قضية لاعبين من شبان الترجي، أبرزهم أحمد الجفالي وزكريا العايب. الجفالي اللي وقتها كان في سن 18 عام غادر الترجي وانتقل إلى نادي جالاتاسراي التركي في صفقة انتقال حر، ولعب مع فريق تحت 19 عام قبل ما يرجع الموسم اللي بعده إلى البطولة التونسية من بوابة الاتحاد المنستيري. أما زكريا العايب فكان هو الآخر من شبان الترجي، وسافر إلى تركيا دون علم إدارة الفريق، وكان قريب من الالتحاق بنادي فاتح كاراغومروك قبل أن يتدخل الترجي ويسترجع اللاعب، فضلا عن اللاعب حلمي رحومة اللي تم تهريبه في نفس الفترة لنفس النادي. في تلك الفترة خرجت اتهامات داخل أوساط الترجي تتحدث على محامي كان علاقة بقطاع الشبان، واتهم حسب الرواية الشائعة بأنه كان وراء محاولة إخراج عديد اللاعبين إلى تركيا مستغل عدم توقيعهم لعقود احترافية مع النادي. الرواية نفسها اللي تذكر العايب والجفالي بالاسم قول وإنه نفس المحامي حاول سابقا تهريب محمد علي بن رمضان نحو فرنسا، ولكن تدخل الإدارة أفشل الموضوع. وهنا لازم نوضح حاجة، وجود وكيل أعمال بحد ذاته مش فساد. الوكيل مرخص من الفيفا وهو جزء طبيعي من كرة القدم الحديثة، ودوره نجم يكون مهم جدا في حماية اللاعب والتفاوض على العقود وتنظيم مسيرته. المشكلة تبدأ وقت تتحول العلاقة إلى تضارب مصالح أو استغلال اللاعب القاصر، أو وقت يصبح الوصول إلى النادي واللاعب والانتقال مربوط بعلاقات وعمولات ومصالح ما عندها حتى علاقة بالمستوى الفني. وحالة الترجي ما هيش استثناء. سبق وأن تحدث مختصون ومسؤولون فنيون عن وجود المحاباة والمحسوبية داخل أصناف الشبان وتأثيرها على انتقاء اللاعبين وتكوينهم. المدرب كمال القلسي اللي تولى سابقا الإدارة الفنية للجامعة التونسية
تحدث صراحة على وجود ممارسات من هذا النوع في عديد الأندية، واعتبر أنها أثرت على مستوى تكوين الشبان. في النادي الصفاقسي صارت حادثة مشابهة وين تدخل أحد أولياء الشبان واعتدى بالعنف على المدرب بحجة أنه ولده ما يلعبش بسبب تفضيل هذا المدرب للاعبين آخرين في نفس المركز أوليائهم يدفعون له المال. النادي الصفاقسي كان أصدر بلاغ وطرد الطفل ومنع الولي من الدخول نهائيا لمركب النادي، ولكن الجماهير طالبت بفتح تحقيق جدي في الموضوع بما أنه الكلام كثر في كل النوادي. الوكلاء والسماسرة وصل بهم الأمر لاستغلال حالات العائلات الاجتماعية، خاصة إذا كانت جاية من منطقة داخلية أو وضعيتها الاجتماعية صعبة نوعا ما، تنجم تلقى روحها مستعدة تعمل أي حاجة باش ما تضيعش الفرصة، وهنا تولي الموهبة نفسها مصدر ضغط على العائلة. المشكل مش فقط في الشخص اللي يستغل الطفل، المشكل في غياب منظومة تحمي الطفل من الاستغلال. شنو هو العقد اللي يمضيه؟ شكون يراقب العلاقة بين اللاعب والوكيل؟ وهل الولي فاهم بالضبط على شنو قاعد يمضي؟ هل اللاعب عنده الحق يرفض؟ هل النادي يعرف مع شكون يتفاوض اللاعب؟ وهل توجد آلية مستقلة تنجم العائلة تلتجئ لها إذا صار خلاف؟ هذه الأسئلة هي اللي لازم تكون مطروحة في أي منظومة تكوين محترمة، لأن تكوين اللاعب موش فقط كيفاش تعلمه يلعب الكرة، تكوين اللاعب هو أيضا حمايته من السوق اللي يتكون حوله. وهنا نرجع لتقرير لمرصد رقابة حول واقع الفساد في القطاع الرياضي التونسي. التقرير لم يحصر مظاهر الفساد في سوء التصرف المالي، بل أشار أيضا إلى ملفات من بينها الرهان الرياضي والتحكيم وبيع المباريات والسمسرة في اللاعبين الشبان والاتجار فيهم، إلى جانب مشاكل الرقابة والحوكمة. وهذه النقطة مهمة جدا، وقت اللي منظومة مختصة في مكافحة الفساد تضع السمسرة في اللاعبين الشبان ضمن المخاطر اللي تستحق التوقف عندها، فوقتها الموضوع ما عادش مجرد حكايات قهاوي أو كلام جماهير، بل حوادث موثقة بالأدلة. وهنا بالضبط نفهم علاش أزمة التكوين في تونس أكبر من مجرد مدرب ما يعرفش يكون. نحن نحكي على منظومة كاملة، من لحظة اكتشاف الطفل إلى اختياره إلى تكوينه إلى أول عقد إلى انتقاله، حتى الشخص اللي بيتحكم في بداية مسيرته. وإذا كانت أول حلقة في السلسلة غير عادلة، فما نستناوش إنه آخرها باش تكون لاعب ناجح بالضرورة. في النهاية المشكل في تونس عمره ما كان مشكل نقص في المواهب. المواهب موجودة، ولكن المنظومة اللي تنجم تطور هذه المواهب هي التي فيها برشا عيوب ونقائص، من الانتقاء إلى التكوين للبنية التحتية للمدرب للإدارة، وحتى في مرحلة الانتقال من الشبان للأكابر. كل حلقة من هذه السلسلة تنجم تكون سبب في ضياع لاعب ما. ولهذا إذا نحب كرة القدم التونسية تتصلح، ما يلزمناش نستنوا المنتخب يفشل في تصفيات أو مونديال باش نبداو نتحرك. لذلك الإصلاح الحقيقي يبدأ من الطفل، من ملعب الحومة، من الشارع، من مركز التكوين، قبل ما يلبس قميص المنتخب بعد 10 سنين. اليوم طرحنا مشاكل الانتقاء والوقت والفضاء والبنية التحتية والانتقال للأكابر، ولكن السؤال اللي بقى معلق وباش يكون محور الحلقة الجاية، إذا كانت المشاكل معروفة علاش حد ما حب يصلح؟ وباش نغوصوا في الحوكمة الرياضية في تونس في دور الجامعة والوزارة، وفي مقارنة مع تجارب نجحت فعليا تصلح نفس المشاكل من غانا إلى كرواتيا، وشنو تنجم الأندية التونسية تاخذ منها كعبر ودروس لتلافي أخطاء الماضي. نتقابلوا كالعادة الجمعة الجاية في نفس الوقت في حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.